بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة في مكان محل للشنط الرجالي بكل أشكالها، من أول المحفظة الصغيرة للشنطة الهند اللي في الإيد دي بأحجامها برضو الصغيرة والوسط والكبيرة منها، للشنط الباج اللي هي الشبابي، لشنط الجامعات، لشنط اللابات. والحاجات دي كلها ماتريال بتاعتها تحفة، بتبتدي من أقل الأسعار، أقل سعر في دماغك أو في دماغ ممكن تلاقيه هناك، لأعلى سعر. الحاجات البراندات، الأسماء، الجيب، السيكي، الحاجات دي كلها موجودة هناك. أي ماتريال بوتر بروف. طب المكان فين؟ احنا مثلا في العتبة، هنمشي كده هنسأل فين حمام التلات اللي هو بيتباع فيه الأدوات المنزلية. ده أسهل وصف. هنخلي حمام التلات على ايدينا اليمين نكمل على طول نمشي، هيبقى فيه كوبري مشاة اللي هو رابط بين بورسعيد وهنا ايه ده. اسألوا على فين ممر العروسة ده محل اسمه شريف وأسامة. الناس دول عندهم شحن، وعندهم كمان تليجرام، وعندهم حاجات كتير جدا، وعندهم جملة، وتقدروا تاخدوا أي كمية. الناس اللي فاتحة محلات بيقدروا ياخدوا كمية. طبعا عندهم اكسسوارات كتير جدا زي البرتوفيل حريمي، البوك الصغير، شنطة البنوتة الصغيرة اللي هي بنجيبها للعيد دي، بناتي واولادي. موجود كل حاجه، موجود كمان الحزام الاولادي، موجود الميداليه، موجود قلت لكم شنط اللاب اللي بنجيبها من بره باسعار خياليه. شنط هناك تحفه جدا، شنطه ب 160 جنيه. انا عن نفسي شاريها بمبلغ من كام سنه. فالمحفظه بقى يعني من اقل فئه سعريه لاعلى فئه سعريه، اي لون اي ماتيريال موجود. وطبعا جمله وقطاعي. طبعا الاماكن دي هي مش محتاجه انا لا عامله اعلان ولا اي حاجه. انا بنزل اي حاجه بحس ان هي ممكن تفيد حد و... ويعني تنفعه، انا بنزلها لكم. انا لو يعني لا ده اعلان ولا المكان محتاج. الناس دي لها صفحات، والناس بتتعامل معاها اونلاين. فانا بقول لك خلاصه تجربتي في الاماكن ده. المكان ده انا بتعامل معاه، هنقول بقالي فتره طويله جدا بجيب منه. الماتيريال بتاعته حاجته نظيفه. يعني مش سهل ان انت تلاقي مكان الحاجه بتاعته تكون كويسه والماتيريال بتاعتها حلوه. السعر نهائي. يعني هو اما يقول لك 50 تبقى هي 50، مش زي ناس تانية يقول لك 50 وهي اصلا قيمتها 20. لا، بتاخدي هنا الحاجة وانت مطمنة، انت بتاخديها على اسم محل. يعني لو فيها اي مشكلة بترجعي على اسم المحل. يعني نصيحة مني ليكم، الناس معلش ليهم رزقهم وكده، اللي بيبقوا واقفين في الشارع الموضوع بيبقى فيه تحوير كبير، بيضرب لك سعر عالي قوي، وانت وشطارتك بقى يا تفصلي يا ما تفصليش، يا تطلع الحاجه ما فيها مشكله وما تعرفيش ترجعي له تاني. فاهماني؟ لكن يفضل في الاماكن دي هاتي يا جماعه الحاجات من محل. زي ما انت شايفه الماتيريال بتاع الشنط عامل ازاي، حكايه الصراحه. الشنطه دي مهمه جدا بالنسبه يعني للرجاله. هيشيل فيها التليفون والمحفظه والمفتاح والموبايل، كل حاجه في شنطه واحده. فبتوفر عليهم كتير جدا. لو ورقة مهمة أو حاجة أو شايل فلوس ورايح بنك أو أوراق في الشنطة دي بقت مهمة، ما تقلش أهمية عن الشنطة مع الستات. ده البورتوفيه برضو بكل أشكاله وأحجامه. هناك حاجات شيك جدا. ده أنا بصور لك اللقطة من فوق وفكرة الفيديو بس. لكن اللي عايز أي حاجة يقدر يتصل بيهم، وليهم صفحة. المحل اسمه شريف وأسامة في ممر العروسة. يعني الحاجات الصغيرة دي ارقامها بره في المحلات ارقام غالية جدا. تلاقي الشنطة الصغيرة اللي هي خامتها عاملة زي البلاستيك دي بتعدي 100 وحاجة. لا، هناك ما تجيبش الكلام ده. يا رب تكون فكرة الفيديو عجبتكم، ومع السلامة.